السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. جالنا سؤال عن ازاي نعمل بحر بأسهل طريقة على بلندر، ففي الفيديو ده هنجاوب على السؤال ده مع بعض وهنشوف ازاي ممكن نعمل البحر ده بأسهل طريقة ممكنة على بلندر. فخلينا نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ بفكرك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة هنعملها إن احنا هنمسح الكيوب ده، فهاجي أعمل إكس وديليت وهعمل شيفت A علشان أعمل add mesh plane. هكبر plane دي شوية فهعمل S علشان أعمل لها سكيل حاجة زي كده، وبعدين هعمل كنترول A وهعمل apply scale. وبعد كده نيجي للخطوة اللي احنا هنعمل فيها البحر فعلا، فهنيجي من الموديفايرز وكل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا هنعمل add modifier، ومن الفيزيكس هنعمل ocean. مجرد ما عملت اوشن هو بالفعل اتحول عندك لبحر بالشكل ده، ولكن الحاجة الوحيدة اللي ناقصة ان احنا نظبط الملامح بتاعة البحر ده. هاجي من هنا من ريزولوشن هخليها حاجة زي 20 مثلا وهدوس انتر. والنقطة المهمة جدا 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 اللي انت لازم تاخد بالك منها ان انت لو جيت شديت كده هتلاقي مكتوب هنا عندك ريزولوشن فيو بورت وهنا رندر، فده الريزولوشن بتاع الرندر علشان انت ممكن تعمل رندر في الاخر وتقعد تلف حوالين نفسك للشكل مش هو اللي طلع معاك في الرندر هو اللي انت عامله في الفيو بورت. ده هيكون فقط بسبب ان انت مش عامل نفس الريزولوشن هنا هو الريزولوشن اللي هنا. فهنيجي كمان على رندر وهنخليها 20 وهندوس انتر، ودي الحاجة الوحيدة اللي احنا هنحتاج ان احنا نتأكد ان هي موجودة في الرندر زي ما هي موجودة في الفيو بورت. بعد كده هنيجي نظبط الشكل زي ما احنا عاوزين، بس قبل ما نظبطه هدوس 0 من النمباد علشان اجيب الكاميرا بتاعتي اظبطها في المكان اللي انا عاوزاه. فهاجي ادوس N من الكيبورد علشان افتح القائمة دي، وهاجي من قائمة فيو وهعمل كاميرا تو فيو. مجرد ما عملت كاميرا تو فيو انا كده خلاص الكاميرا بتتحرك معايا، فهاجي اظبط الكاميرا حاجة زي كده مثلا، هخليها تبقى باصة كده، يبقى مثلا البحر شاغل نص او 3/4 المساحة بتاعة الفيو بتاعي. بعد كده هلغي الكاميرا تو فيو علشان ما تتحركش معايا. بعد كده هاجي اشوف من هنا من الرندر بريفيو، وبعدين هاجي هخلي الرندر انجن بتاعي سايكلز مش ايفي، وهغير دي لجي بي يو كومبيوت علشان يعمل رندر على كارت الشاشة فيبقى اسرع واسهل. هاجي هغير الماك سامبلز دي هخليها حاجة زي 20، وهخلي الماك سامبلز بتاعت الرندر 128 وهدوس انتر. بعد كده هضيف ال HDR اللي انا عاوزة اعملها علشان تنور لي السين بتاعي. فهاجي من هنا من البلندر كيت. البلندر كيت دي لو مش عندك كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تروح على جوجل وتكتب داونلود بلندر كيت وهتقدر تنزلها فري، دي مش بفلوس، هتقدر تنزلها فري. اول ما هتنزلها هتكون عندك بالشكل ده. لازم تتأكد ان انت تدوس على علامة العين دي علشان تعمل فيو للحاجات اللي انت عاوز تابلايت عندك، وهنفتح السهم الصغير ده وهنختار فري فيرست، وده علشان يجيب لي الاول الحاجات الفري اللي انا ممكن استخدمها عندي. هاجي من الايكون دي هتلاقي اسمها find HDR، فهنيجي من هنا علشان اسيرش في ال HDR، وهاجي من السيرش وهكتب sunset، او طبعا ممكن تكتب sun بس لو انت عاوز تدور بس في اي حاجة تانية. فانا عن نفسي هكتب sunset وهبدأ ان انا اقلب كده علشان اشوف حاجة مناسبة ليا. انا بالنسبة لي شايفة ان دي مثلا شكلها لطيف، فمجرد ان انا هدوس عليها كده وهتختار الريزولوشن اللي انت عاوزه. انا هخليها 1024 كفاية وهدوس اوكي، وهو اوتوماتيكلي هيعمل له ابلاي عندي في السين بتاعي. بعد ما السين بقى منور بالشكل ده هاجي من الماتيريال وهبدأ ان انا اضيف الماتيريال بتاعة الاوشن نفسه او البحر بتاعي. خلينا بس نروح نقفل دي من هنا وندوس ان علشان نقفل دي كمان. هعمل نيو علشان اضيف ماتيريال جديدة، وهاجي من البيس كولر ممكن اخليه زي ما هو كده وانزله بس بحيث ان هو يكون رمادي، او ممكن ان انا اخليه حاجة مايلة للازرق شوية مثلا، انت وذوقك بقى براحتك انت حابب تعمله شكله ايه. بعد كده هنزل الرفنس تحت على الاخر خالص، وهاجي من الترانزميشن هفتحها وهبدأ ان انا ازود قيمة الترانزميشن برضو على الاخر علشان يديني احساس البحر.
بعد كده علشان الدنيا منورة بزيادة وانا عايزة ان هي تكون مظلمة شوية عن كده، مش عايزة النور يبقى جامد قوي كده، فهاجي من هنا من عند الورلد، وهنا انت عندك ال HDR اللي انت اضفتها. طبعا لو انت عاوز ان انت تضيف HDR من بره البلندر كيت، بتقدر ان انت تيجي برضو من الورلد ومن color دي، مجرد ان انت بتدوس هنا وبتختار environment texture وبتعمل open وبتفتح ال HDR من المكان اللي انت منزله عندك على الجهاز. لو حابين شرح اكتر للموضوع ده يا ريت تعرفوني وهنشرحه في فيديو لوحده. بعد كده انت بيكون عندك تحكم في قوة ال HDR، فانا هاجي من السترينث من هنا وهبدأ ان انا اقللها شوية بشوية لغاية ما احس ان اللون مناسب بالنسبة لي. فممكن ان انا اعمل حاجة زي كده مثلا، وبعد كده هبدأ ان انا ممكن امسك الكاميرا، ممكن ارفعها لفوق شوية، فخليني افتح تاني الكاميرا تو فيو وهرفعها بس لفوق شوية حاجة زي كده. ممكن انزل الفيو بالشكل ده حسب ما انت حابب تماما. هقفل تاني الكاميرا تو فيو وبعدين هعمل شيفت A وهعمل اد لايت وهعمل sunlight. هعمل GZ علشان ارفعها لفوق وGY علشان اجيبها على جنب هنا شوية حاجة بالطريقة دي، وهبدأ ان انا احرك الانجل بتاعتها علشان اظبط النور بتاعها. ولكن الاول خلينا نروح نغير الاضاءة، هعملها حاجة صفر شوية زي كده عشان تبقى عاملة زي لون الشمس. طبعا لما طلعت فوق لقيت انه الشمس باصة الناحية التانية عكس اتجاه الكاميرا، فهبدأ ان انا اوجهها ناحية الكاميرا بالشكل ده، وهاجي ادوس 0 من الكيبورد. دلوقتي هبدأ ان انا اشوف انعكاس النور هنا، فممكن أبدأ إن أنا أزود السترينث بتاعته وأبدأ إن أنا أغير في الأنجل لحد ما أوصل لتأثير الإضاءة المناسب بالنسبة لي. بعد ما تظبط الإضاءة بالشكل اللي انت عاوزه خلاص مش هيتبقى عندك حاجة غير ان انت تظبط شكل البحر نفسه. خلينا نعمل كنترول اس علشان نسيف ومفيش حاجة تضيع مننا. وطبعا ممكن نرجع ان احنا نعلي اي اضاءة انت عاوزها. لو انت حاسس ان كده الدنيا مظلمة بزيادة فممكن تعلي النور او تقلله حسب ما انت حابب تماما. فخلينا نعمل حاجة زي كده، وبعدين كل اللي احنا محتاجين نعمله لان انا عاوزة اعمل انيميشن، فهاجي من الاول من فريم 1 وهتأكد ان انا واقفة على البحر عندي بالشكل ده، وهروح للموديفايرز. من الموديفايرز هاجي من هنا هعمل كي فريم عند التايم وهعمل كي فريم عند السايز، وهاجي افتح الويفز وهعمل كي فريم عند التشوبينس وعند السكيل. بعد كده هاجي امسك العلامة دي واسحبها لغاية الليفل اللي انا عاوزاه. خلينا نقول مثلا ان انا عاوزاه عند 200 كي فريم، فهاجي عند 200 كي فريم هبدأ ان انا اغير في التايم بالشكل ده، وهبدأ ان انا اغير في السايز. فممكن اعمل حاجة زي كده علشان يبان واقعي اكتر. وطبعا التشوبينس بتفرق جدا في شكل البحر، فهبدأ ان انا اعليها على الاخر حاجة زي كده. والسكيل كمان ممكن ان احنا نبدأ نغيره بحيث ان هو يبدأ يديني شكل بحر واقعي بالشكل ده. بعد كده هروح اعمل كي فريمز بالطريقة دي، وبكده لما ارجع بقى عندي الانيميشن ده حاجة زي كده. طبعا ممكن ان انت ما تبدأش من الاول خالص بان البحر هادي بالشكل ده. لو انت حابب ان انت تبدأ ان البحر يكون عامل زي كده اصلا، فانت ممكن تمسك دي تقربها، فممكن تمسك دي وتخليها في الاول خالص وتمسح اول كي فريم وتبقى دي البداية بتاعتك، او ممكن تخليها حاجة زي هنا ونيجي مثلا عند ال 200 كي فريم ونبدأ ان احنا نعمل تغيير تاني، فنبدأ ان احنا نغير في السكيل مثلا، وبرضو نغير الشوبنس شوية علشان نعمل تأثير الحركة دي. والتايم برضو ممكن ان احنا نبدأ نزوده بالشكل ده، والسايز طبعا ممكن ان احنا برضو نغيره. ودلوقتي لو احنا عملنا كي فريمز هنا، فدلوقتي لما نعمل حاجة زي كده لو رجعنا اول كي فريم ودوسنا سبيس من الكيبورد علشان نشوف الانيميشن بتاعنا، فهنلاقي ان احنا عملنا انيميشن بالشكل ده. ممكن نجيب دي نقربها شوية كده مثلا، ودي نجيبها اقرب هنا شوية، وممكن نجيب الكي فريم دي نعمل شيفت دي علشان ناخد منها نسخة
ونسحبها لحد هنا كده مثلا، فيبقى عندنا الانيميشن حاجة بالشكل ده. تلاقي ان هو هيروح كده وبعدين هيرجع تاني. وطبعا ممكن نيجي من هنا نغير دي للجراف اديتور، ونيجي ندوس A علشان نعمل select all، وT من هنا ونعملها linear علشان ما يبقاش فيه ان هي يبقى الحركة بطيئة من ناحية وسريعة من ناحية. نرجع تاني على التايم لاين. دلوقتي لو عملنا play هتلاقي انه حركة البحر بقت حاجة زي كده. فبس كده، دي كانت الطريقة اللي ممكن نعمل بيها بحر على بلندر. فيا رب يكون الفيديو عجبك، ويا رب يكون كان مفيد ليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس، وأشوفكوا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. باي باي.